رجل واحد وقف وجه الحرب، البوسني علي عزت بيجوفيتش اللي انولد في البوسنة في سنة 1925 واللي انولد في دولة شيوعية تشوف ان الدين خلق. ويوم كبر علي اسس مع رابعه منظمة فكرية اسمها الشباب المسلم، وكان هدف المنظمة ان تحيي الاسلام بين الشباب في ظل الحكم الشيوعي اللي كان في ذاك الوقت. وبسبب هاي الافكار علي انسجن، وهو في السجن كان يستغل الوقت في الكتابة ويكتب عن الاسلام ويكتب عن الحرية بعد. وفي الثمانينات سقط النظام البوسني وقررت الحكومة ان تسوي عفو عام عن المساجين ومن ضمنهم علي. ويوم طلع من السجن حظى بشعبية كبيرة وقدر من خلالها انه يصير الرئيس. وفي سنة 92 البوسنة كانت تبي تستقل، لكن صربيا كانت رافضة رفض تام، ومن هنا نقدر نقول ان ابتدت الحرب. طبعا في ذاك الوقت صربيا كانت جدا قوية ما تقارن في البوسنة، وطبعا في فترة قصيرة قدرت صربيا انها تسيطر على اغلب مناطق البوسنة الا العاصمة سراييفو اللي كان فيها الرئيس علي اللي كان في واحد من المخابئ وما اعلن استسلامه. وفي ذاك الوقت اشتهر بمقولة تاريخية وكان يقول فيها: ضعوا الصليب على الجبال قدر ما تريدون فسترون الهلال في كل مرة تنظرون فيها الى السماء. وفي النهاية بفضل الله ثم فضل المجاهدين قدرت البوسنة انها تفوز بالحرب. وتوفى علي عزت الله يرحمه سنة 2003.